فاكرين ده؟ فاكرين أيام المدرسة والشقاوة؟ بصوا كلهم على حجر النرد وقام مصطفى من على الكنبة وجه ناحيتي ومد إيده علشان ياخد مني الزهر وهو بيقول لي: وريني كده يا عمرو، إيه اللون الأزرق اللي على الزهر اللي معاك ده؟ أول ما أخده من إيدي الزهر وقع منه واتدحرج على الأرض، وفي اللحظة اللي وقع فيها الزهر الكهرباء قطعت. يا مساء الخير والسعادة على كل متابعين برنامج المغارة. أنا مصطفى محمود، ودلوقتي معادنا مع الرعب والإثارة. قصة مستوحاة من أحداث حقيقية من كتابة ابتسام رشاد، إعداد شاد إسماعيل. وكالعادة بفكركم بالتفاعل والشير، وطبعا آرائكم تهمنا. ولو أول مرة تسمعني اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس على الكل. ودلوقتي يلا نعمل حاجة نشربها ونهدي النور، وما تنسوش السماعات وتعالوا نعرف حكاية حجر النرد. حجر النرد مكعب ليه 6 جهات، مترقم من 1 ل6، واحنا 6 صحاب. اتعرفنا على بعض من أيام المدرسة الإعدادية، وقتها كنا بنلعب السلم والتعبان. كنا بنيجي في حصة الإنجليزي بنقعد في الديسك الأخير في الفصل ونلعبها سوا. كنا أشقياء جدا. ولما كبرت وبقى عندي 22 سنة، وفي يوم فتحت صندوق خشب متعود أشيل فيه حاجاتي القديمة أو أي حاجة ليها ذكريات معايا. فتحت الصندوق ده يومها واتفرجت على مجموعة صور لنا احنا ال6 كنت محتفظ بيهم جوه الصندوق. بس لقيت تحت الصندوق حجر نرد كنت لقيته زمان. الحجر ده كان لازق في الصندوق زي ما يكون في حاجة وقعت عليه وخليته يلزق في قاعدة الصندوق. فضلت أحاول لحد ما خرجت الحجر. مسكته بعدها وبصيت له، كان شكله جميل وفيه لون أزرق غريب. سرحت شوية مع الحجر لحد ما فقت على صوت أمي بتنده عليا. رجعت الحجر والصور في الصندوق وقفلته وحطيته تحت السرير. بس في عقلي قررت أوريهم للعيال لما يجوا بالليل. نسيت أعرفك بنفسي وبشلتي. أنا اسمي عمرو، خريج زراعة، وشلتي هي مصطفى وخالد ومعتز وياسر وأحمد. كلنا خلصنا الجامعة. احنا تقريبا بنفكر بنفس الطريقة، حتى كلنا دخلنا كلية زراعة ما عدا أحمد، هو الوحيد اللي فينا خريج تربية. احنا غالبا بنتجمع كل يوم عند واحد مننا وبنسهر سوا، والنهاردة هيتجمعوا عندي. الشقة اللي احنا ساكنين فيها في الدور الأرضي، وكمان أنا أوضتي ليها باب على الشارع، يعني تعتبر مفصولة عن بقية الشقة. وعشان كده بنسهر براحتنا من غير ما نضايق حد. وكمان لو في حد منهم حب يبات ممكن يبات عادي، مفيهاش مشكلة. النهار عدى وبالليل العيال وصلوا واحد ورا التاني لحد ما اتجمعنا كلنا. وبعد شوية كلام وضحك وهزار قمت من مكاني وسحبت الصندوق الخشب من تحت السرير، فتحته قدامهم ومسكت حجر النرد ده وسبت الصندوق على الأرض وزقته برجلي. سقفت علشان أخليهم يركزوا معايا، وأول ما لفوا وشهم ناحيته قلت لهم بابتسامة: فاكرين ده؟ فاكرين أيام المدرسة والشقاوة؟ بصوا كلهم على حجر النرد، وقام مصطفى من على الكنبة وجا ناحيتي ومد إيده عشان ياخد مني الزهر وهو بيقول لي: وريني كده يا عمرو، إيه اللون الأزرق اللي على الزهر اللي معاك ده؟ أول ما خده من إيدي الزهر وقع منه واتدحرج على الأرض، وفي اللحظة اللي وقع فيها الزهر الكهرباء قطعت. وطى مصطفى يحاسس على السجادة وأنا بدور معاه على الزهر. دقايق ورجعت الكهرباء، بس مصطفى قال لنا: يا جماعة في حاجة غريبة حصلت لما الكهرباء قطعت. وأنا موطي على الأرض بدور على الزهر سمعت صوت همسلي في ودني وهو بيقول لي: أنت اللي رميت النرد، وأنت اللي هتاخد أول مهمة، ولو منفذتش المهمة هتموت. المهمة رقم 3: هتجيب جمجمة بني آدم ميت وتوديها جوه كشك سيد البقال وتحفر لها وتدفنها. معاك أسبوع واحد، ولو منفذتش المهمة هتموت. الصوت ده كأنه بيتكلم بجد مش بيهزر. أنا خفت. ضحكنا كلنا على كلام مصطفى، فبصلنا وقلب عصبية: انتوا بتضحكوا على ايه؟ انتوا اللي عاملين عليا الحوار ده صح؟ ما انا عارف المقالب بتاعتكم. احمد خد منه الزهر وهو بيضحك وقال له: يا ابني هو حد جه جنبك؟ محدش مننا اتحرك من مكانه، وبعدين كل ده حصل في الدقيقتين دول؟ انتوا مش مصدقيني، بس انا سمعت الصوت وانا متأكد من اللي سمعته.
ده قال لي لو ما نفذتش المهمة خلال اسبوع هموت. اتدخلت انا وقلت له مهمة ايه اللي تنفذها يا مصطفى؟ وهتجيب ازاي جمجمة وكمان توديها الكشك المهجور بتاع سيد البقال؟ ده حتى كشك قديم وفاضي وملهوش سقف. يمكن بيتهيأ لك، كبر دماغك يا جدع. اقنعنا مصطفى وقتها ان اللي سمعه ده كان تهيؤات، بس ملامح وشه بتأكد ان اللي سمعه كان بجد. عدت الايام وفي اليوم السابع جالي تليفون من احمد. الحق يا عمرو، مصطفى مات. ابوه كلمني وقال لي انه انتحر، واهله هيستلموا جثته النهارده الساعه 2 الظهر. تعال علشان نكون معاهم. ما سألتوش عن اي تفاصيل، ايدي بقت بتترعش، حسيت الموبايل هيقع من ايدي. افتكرت اللي حصل الاسبوع اللي فات لما الزهر وقع والكهرباء قطعت. وقتها مصطفى قال لنا ان في حد كلمه وكلفه بمهمة، وكمان بعدها بيومين قال لي انه شاف كابوس، حلم انه بيدي جمجمة لشطان بقرون طويلة. ولما صحي مفزوع كلمني وحكالي. رحت المستشفى وكنا متجمعين وكلنا بنعيط ومش مصدقين ازاي مصطفى ينتحر، وايه السبب اللي يخليه ينتحر. صلينا عليه ودفناه وحضرنا العزا. في اليوم ده بعد ما العزا خلص جم كلهم معايا على بيتنا. ما كناش بنتكلم. احساس الصدمة وانك تفقد صاحب عزيز عليك شعور صعب قوي. افتكرت اللي حصل الاسبوع اللي فات. قمت فتحت الصندوق وخرجت منه الحجر ومسكته في ايدي وانا ببصله والدموع مالية عينيا. اتخنقت واتغاظت قوي، ومن غيظي ضربت حجر النرد في الحيطة وشوفته لما رد تاني ووقع على الارض. في اللحظة دي الكهرباء اتقطعت، وبعدها حسيت بتنهيدة مع صوت بيهمسلي في ودني وبيقول انت اللي هتقوم بالمهمة رقم 1، وهي انك هتجمع دم 6 حيوانات كلهم مع بعض ويتضاف لهم دم بني ادم، وتروح كشك سيد البقال وتحفر وتحط الازازة. ولو ما نفذتش المهمة دي هتموت بعد اسبوع واحد. حسيت برعشة في جسمي بس النور رجع بسرعة. ما كنتش قادر استوعب اللي سمعته. بصيت لحجر النارد اللي وقع على السجادة وكانت الواجهة بتاعته على رقم 1. وقتها فهمت ان المهمة رقم 1 كانت من نصيبي انا، يعني لو منفذتش هموت زي مصطفى. ومعنى ان مصطفى اتطلب منه مهمة غير اللي اتطلبت مني، ده يدل على ان في 6 مهمات مطلوب يتنفذوا، وكل رقم هيوصلني لمهمة تانية. وطيت خدت النارد من على الارض وصحابي باين عليهم الحزن وبيعيطوا. دول حتى ما حسوش ان الكهرباء قطعت ورجعت. قلت لهم يا شباب، فاكرين الاسبوع اللي فات لما مصطفى الله يرحمه قال لنا ان في حد همس له في ودنه وقال له على طلبات غريبة ولازم يجيبها والا هيموت؟ اللي انا عاوز اقوله دلوقتي انا كمان حد همس له في ودني وقال لي على طلبات غريبة قوي، ولو ما جبتهاش هموت بعد اسبوع. وقتها اتكلم احمد بقلق. الموضوع ده شكله بجد، كل ما الكهرباء بتقطع بيحصل كده الواحد مننا. انا معاك يا عمرو وهساعدك نجيب الحاجة اللي اتطلبت منك بدل ما نخسرك زي ما خسرنا مصطفى. يا احمد مش موضوع ان الكهرباء بتقطع، السر في حجر النرد. الحجر ده كل ما حد يدحرجه ويرميه بيحصل معاه كده. اتكلم خالد وقال يا عمرو ما تهزرش، انت بتقول ايه؟ معقول حجر النرد يحصل من وراه كل ده؟ طب هات كده يا سيدي اجرب. حاول ياخده من ايدي وانا مش راضي اديهوله، واحنا الاتنين بنشد مع بعض لحد ما خده مني. حرك النرد بين ايديه ورماه على الارض. كلنا كنا واقفين مستغربين وبنبص لحجر النرد مستنيين نشوف ايه اللي هيحصل، بس مفيش حاجة حصلت. خالد مسك الحجر وحطه في ايدي وقال لي يعني ما حصلش حاجة اهو، بلاش تتريق على صاحبك اللي مات. ومين قالك اني بتريق؟ انا بتكلم بجد. الحجر ده وراه سر، ولو ما نفذناش المهمة هنموت كلنا واحد ورا التاني. سألني ياسر باهتمام تقصد ايه يا عمرو؟ قصدك ان حجر النرد اللي معانا ده بيجيب الجن والشياطين ويخلوهم يتحكموا فينا؟ طب وايه الطلبات الغريبة دي؟ اسمعني يا ياسر، اسمعوني كلكم. دلوقتي احنا ننفذ المهمة اللي اتطلبت مني، ننفذها مع بعض للآخر ونشوف بعد كده ايه اللي هيحصل. رد خالد بعصبية انا هقوم امشي، صاحبكم لسه ميت وانتوا فايقين قوي وماشيين ورا كلام فارغ. بعد ما خالد مشي كلهم قاموا مشوا هما كمان. وتاني يوم اتجمعنا، بس خالد ما كانش معانا، رفض يجي وقال ان دماغنا فاضية. في اليوم ده جبت ازازة وحطيت فيها دم الطيور، جبته من عند واحد فرارجي كده. هي حاجة غريبة انا عارف، بس عملتها. ورجعت للعيال تاني واتفقنا اننا هنتقابل بالليل علشان نروح عند كشك سيد البقال. وبالليل عدوا عليا العيال ورحنا. الحتة دي بالذات بقى اكتر حتة ضلمة في الشارع كله.
حتة مقطوعة محدش بيعدي فيها خصوصا بالليل، والمكان ما يطمنش. كنت واخد معايا جاروف، ولما قربت من كشك سيد شغلت كشاف الموبايل. أما ياسر وأحمد رفضوا يدخلوا وخافوا من الضلمة، لكن أنا جمدت قلبي ودخلت كشك سيد. وكان من جوه المنظر يقرف، كله تراب وخيوط العنكبوت في كل حتة. المكان هادي قوي، وأنا كمان كنت خايف وبسأل نفسي إيه اللي جابني هنا. يا ريتني ما كنت صدقت الهبل اللي سمعته ده. بعد ما لفيت في الكشك بكشاف الموبايل، حطيت الموبايل مقلوب على قالب طوب موجود في الكشك، وسبت جنبه الإزازة اللي فيها الدم وبدأت أحفر. بعد ما خلصت حفر، حطيت الإزازة في الحفرة وردمت عليها تاني. لما خلصت خدت الموبايل بتاعي والجاروف ومشيت. رجعت لقيت صحابي لسه مستنييني. ما صدقت لقيتهم، كان قلبي بيدق جامد من الخوف. بقيت أمشي بسرعة وسبقتهم بخطوات وهم لحقوني. أحمد سألني في إيه يا عمرو، إيه اللي حصل؟ ما ردتش عليه وكملت ماشي لحد ما بعدنا عن كشك سيد، وساعتها وقفت وقلت له بس يا أحمد أنا جتتي مش خالصة. طب فهمني عملت إيه؟ ولا حاجة، حفرت ودفنت الإزازة. أظن بكده أنا نفذت المهمة. تعالوا نرجع البيت ونحرق حجر النرد ونخلص منه. ياسر بصلي وقال لي أنا شايف إن خالد عنده حق. يعني ما أنت نفذت المهمة، هو حصل إيه يعني؟ أيوة حقكم تقولوا كده، ما أنتوا ما شفتوش حاجة. مشيت قدامهم وسبقتهم ورجعت البيت. قعدت أدور على حجر النرد، بس الغريبة إني ما لقيتوش. وهم كمان جم يدوروا معايا. بس واحنا بندور اتصل بيا خالد وقال لي الحقني يا عمرو، انا كنت قاعد في اوضتي في امان الله وفجأة الكهرباء قطعت. وقتها حسيت الأوضة كلها بقت دافية، وحسيت ان في حد معايا. بعدها سمعت صوت جنب ودني قال لي انت اللي هتنفذ المهمة الرابعة. هتجيب مية نكسة في جردل وتنقع فيها جثة حيوان ميت وتوديهم كشك سيد، وبعدها تدلق المية على الأرض. ولو منفذتش المهمة هتموت بعد أسبوع. هو ده الكلام اللي سمعته يا عمرو. وبعدها الكهرباء رجعت تاني، وافتكرت لما خدت منك النهارده ورميته وقتها جه على رقم 4. بس أنا سمعت الصوت دلوقتي. أنا خايف أوي يا عمرو، خايف يحصل لي زي ما حصل لمصطفى. ما تخافش يا خالد، أنا هكون معاك، بس إحنا لازم ننفذ المهمة دي مع بعض. اسمح، أنت لازم تجيلي البيت وأنا والشباب هنساعدك، كلنا معاك ومش هنسيبك. قفلت معاه، وبعد نص ساعة جه خالد وحكالنا اللي حصل مرة تانية. كلنا كنا متجمعين وبنفكر في اللي بيحصل لنا ده، وبرضه كنا بندور على النرد. بس المرة دي لقيته واقع تحت السرير. غريبة. المهم حطيناه قدامنا على الترابيزة وقعدنا باصين له ومستنيين أي حاجة تحصل، لكن ما حصلش حاجة غريبة. بعد وقت طويل وملل اتفقنا إننا نتجمع بكرة وننفذ المهمة اللي اتطلبت من خالد، وكمان نراقب كشك سيد، يمكن نوصل لحاجة. وفعلا تاني يوم اتجمعنا وجبنا مية مش نظيفة ورحنا عند كشك سيد ودخلنا أنا وخالد مع بعض. مرضتش أسيبه لوحده. لما دلقنا المية على الأرض حسينا بحد موجود معانا في الكشك. في اللحظة دي حسيت برعشة في جسمي، فقلت لخالد يلا بينا نمشي من هنا. همسلي بصوت مرعوب يلا. خرجنا وكنا كل واحد مننا بيسبق التاني، وأول ما خرجنا جرينا ناحية العمارة اللي أنا ساكن فيها ودخلنا أوضتي. خدت نفسي وقلت لهم هو إيه اللي بيحصل لنا ده؟ رد أحمد وقال لي إحنا لازم نحرق حجر النرد اللي معانا ده، إحنا مستنيين إيه؟ بدأنا نولع النار، بس كل ما نولع النار تطفي، لحد ما فجأة النار مسكت في هدومنا. انشغلنا وكل واحد فضل يطفي نفسه. بس أبويا دخل الأوضة علينا، ولما شاف منظرنا افتكرنا بنهزر هزار شباب طايش. زعق لنا وطرد صحابي كلهم. وفي نفس الليلة بعد ما كله مشي ودخلت نمت، شفت كابوس، كابوس مرعب. شفت نفسي قاعد وسط كشك سيد وحواليا كائنات غريبة شكلهم مخيف قوي. وقدامي كان في نار. حاولت اتحرك لكن اكتشفت ان مربوط بسلاسل. حاولت افك نفسي بس ما قدرتش. لما صحيت من الكابوس ده صحيت على جملة واحدة بتتردد في ودني اكتر من مرة، وهي نفذ المهمات الستة. صحيت مفزوع وانا بتلفت حواليا، بس انا ما كانش في حد جنبي. في اللحظة دي موبايلي رن. بصيت على الشاشة لقيت معتز صاحبي هو اللي بيتصل. عمرو، انا حلمت ان انا
متربط بسلاسل جوه كشك سيد، وفي كائنات غريبة حواليا عاوزين يقتلوني، وكان في قدامي نار. ولما صحيت سمعت حد بيقول لي نفذ المهمات الستة، قال هيجي 3 مرات. انا خايف يا عمرو، خايف اموت زي مصطفى. قفلت معاه المكالمة من غير ما ارد عليه، واتصلت باحمد واتكلمنا. اتفاجئت ان هو كمان حلم بنفس الحلم، ولما اتصلت بخالد وياسر اكدوا لي انهم شافوا نفس الحلم. كنتش عارف اتصرف ازاي، وبعد تفكير كتير كلمتهم علشان يتجمعوا عندي زي كل ليلة. ولما اتجمعنا قلت لهم اسمعوا يا شباب، احنا لو قلنا لحد من اهالينا على اللي بيحصل لنا ده محدش هيصدقنا. الحل اللي قدامنا اننا ننفذ المهمات ال4 اللي فاضلة. رد احمد وقال لي لازم نلاقي حل او طريقة تانية، ده احنا حتى ما نعرفش اللي بنعمله ده ليه ولا ايه الفايدة منه. رد ياسر عليه طب واخرتها ايه؟ انا كنت في السوبر ماركت النهاردة وسمعت ناس بيقولوا روح سيد رجعت تحضر في الكشك بتاعه تاني. تفتكروا ممكن تكون روح سيد هي اللي بتعمل معانا ده كله؟ اكيد روح سيد هي اللي خلت مصطفى ينتحر. سبتهم يتكلموا ويتناقشوا وانا قمت خرجت النرد من الصندوق وحركته بين ايديا، وبعدها دحرجته على الارض لحد ما ظهر لي رقم 3. بس وقتها الكهرباء قطعت، وسمعت صوت بيتردد في ودني وبيقول انت اللي هتنفذ المهمة رقم 3. لازم تجيب جمجمة بشرية وتوديها كشك سيد وتحفر لها وتدفنها هناك، وإلا هتموت بعد أسبوع. الصوت كان مختلف عن الصوت اللي سمعته قبل كده، ودي نفس المهمة اللي اتطلبت من مصطفى. بس دي مهمة صعبة، ازاي هجيب جمجمة بني آدم؟ الكهرباء رجعت، ولقيت صحابي كلهم بيقولوا لي اني مجنون علشان حركت النرد، وبكده خدت مهمة جديدة. ولقيت احمد بيقول لي اتكلم عمرو قول لنا ايه اللي حصل، ايه المهمة اللي جات لك؟ قلت له رقم 3، نفس المهمة اللي جات لمصطفى الله يرحمه. قال لي احنا مش هننفذ معاك حاجة، انا ماشي مش هكمل في اللعبة دي اخرتها الموت. احمد سابني ومشي، بس باقي الشباب ما تخلوش عني، واتفقنا نروح المقابر تاني يوم مع بعض. وفعلا رحنا المقابر، وهناك اتفقنا مع التربي انه يجيب لنا جمجمة وياخد اللي هو عايزه. كنت قرفان من اللي احنا بنعمله، بس انا مضطر اعمل كده. التربي جاب لنا الجمجمة، خدتها منه وخبيتها في شنطتي ورجعت بيها على البيت. قلت لاصحابي ان انا هروح لوحدي، كده كده كشك سيد في اخر الشارع اللي انا ساكن فيه. بالليل واول ما الساعة دقت 12 اتحركت من البيت. الوقت ده امان، وكده كده الحتة اللي فيها الكشك مقطوعة ومحدش هيشوفني. ما انكرش ان انا كنت خايف، بس خدت الجاروف وخرجت. مشيت ناحية الكشك، ولما وصلت له دخلت على نور كشاف الموبايل وانا بتلفت حواليا يمين وشمال. قلبي كان مقبوض وحسيت ان عايز ارجع، لكن حاولت استجمع شجاعتي وبدأت احفر لحد ما عملت حفرة مناسبة للجمجمة ودفنتها فيها. بس وانا خارج في عز الضلمة سمعت صوت ضحك عالية. لفيت وشي وانا منور كشاف الموبايل، بس ما كانش فيه حاجة. الخوف زاد جوايا وصوت الضحكة بيعلى. قلت احسن حاجة ان امشي من هنا. وانا خارج اتكعبلت ووقعت. لما وقعت دماغي اتخبطت في الارض، ومن اثر الخبطة حسيت بدم بينزل من دماغي. الموبايل كمان وقع مني ومعرفش راح فين. مديت ايدي ادور عليه، لكن فجأة شفت راجل طويل واقف قدامي. كان واقف وبيبصلي. بلعت ريقي بصعوبة واستنيته يهجم عليا، بس الغريبة انه ما قربش مني اصلا. بعد ثواني حسيت بدوخة شديدة، وبعدها اغمى عليا. صحيت الصبح على نور الشمس ضاربة في وشي. اتعدلت في قعدتي وبصيت حواليا يمين وشمال. ساعتها شفت الموبايل جنبي، بس حسيت بوجع في دماغي من ورا. مشيت ايدي مكان الوجع، ووقتها حسيت بالدم متجلط على شعري. مكنتش فاكر اي حاجة من اللي حصلت امبارح. قمت بسرعة وخرجت من المكان المقرف ده. رحت على المستشفى وهناك خيطولي الجرح، وبعدها رجعت على البيت. الحمد لله ابويا ما كانش موجود لما رجعت. دخلت اوضتي واترميت على السرير وبدأت افتكر اللي حصل امبارح. وفجأة فقت على صوت رن تليفوني. بصيت على الشاشة لقيت خالد بيتصل بيا. ايوه يا عمرو، عملت ايه؟ دفنت الجمجمة زي ما قال، وانا في البيت دلوقتي اهو. بس وانا هناك بعد ما دفنتها اتكعبلت ووقعت على دماغي واتعورت. ساعتها شفت راجل طويل كان واقف قدامي. بعدها اغمى عليا وما فقتش غير الصبح. ما قلنا لك نيجي معاك علشان لو حصل حاجة، انت اللي صممت تروح لوحدك. على العموم الحمد لله على سلامتك، واوعى تلمس النار دي مرة تانية لحد ما نشوف هيحصل ايه. حاضر ماشي. قفلت مع خالد، وكان رأيي انا كمان ان محدش فينا يلمس النار ده لحد ما نشوف ايه اللي هيحصل.
يظهر ان الموضوع كبير. عدى اسبوع كامل، وخلال الاسبوع ده احمد كان قطع علاقته بينا. خاف من موضوع النرد والشياطين والحاجات الغريبة اللي بتحصل لنا دي. خاف لدرجة انه سافر يشتغل في محافظة تانية. اما احنا فخلال الاسبوع ده فكرنا ان الامور هديت وما بقيناش نتجمع زي الاول. لكن للاسف اتجمعنا في اليوم الثامن. اتجمعنا واحنا بنصلي على احمد اللي رمى نفسه من الدور السابع. محدش فينا يعرف تفاصيل اللي حصل. وبموت احمد هتجدد الحزن جوانا، ومش بس الحزن، لأ، ده الخوف كمان زاد في قلوبنا اكتر. 2 مننا ماتوا في اسبوعين. وبقى السؤال اللي شاغل بالنا، يا ترى الدور على مين؟ بعد ما خلص عاز احمد جمعتهم عندي زي كل مرة وقلت لهم اسمعوني كويس. بعد اللي حصل ده مفيش قدامنا غير اننا ننفذ المهمات الستة. ولو نفذنا المهمات دي هنخلص من كل اللي احنا فيه، ولازم نعملها مع بعض. هزوا كلهم راسهم بالموافقة. مشيت ناحية الصندوق وجبت حجر النرد، حطيته قدامنا على الترابيزة. ووقتها خالد سألني هنعمل ايه. قلت له انا مش مستعد اخسر حد تاني منكم، احنا هنكمل مع بعض. كلنا كنا خايفين ومش عارفين اللي بنعمله ده صح ولا غلط، بس احنا خدنا القرار خلاص. مسكت النرد واديته لياسر وقلت له ارمي النرد يا ياسر. ياسر كان متردد والخوف باين في عينيه، بس خد مني النرد ورماه. وكانت الواجهة بتاعته على رقم 2، يعني هينفذ المهمة رقم 2. وفي اللحظة اللي قطعت فيها الكهرباء كنت أنا بقرأ قرآن في سري. لما الكهرباء رجعت سألته بسرعة ايه سمعت ايه؟ كان باين عليه انه متوتر، بلع ريقه وقال خصلات شعر. هو انا بس اللي سمعت الصوت ده ولا حد منكم سمعه زيي؟ قلت له اللي بيرمي النار ده هو بس اللي بيسمع الصوت. خالد قال له خصلات الشعر دي سهلة، نقدر نجيبها من اي صالون حلاقة. ياسر كمل كلامه وقال الصوت اللي كلمني قال لي اودي الخصلات دي في كشك سيد البقال وادفنها هناك، ولو ما نفذتش هموت بعد اسبوع. قلت له انا بحاول اطمنه، يظهر ان المهمة رقم 2 اسهل من اللي بعديها. يا ترى رقم 6 هتكون ايه؟ قال لي ساعتها يا عمرو انا خايف قوي، انا شايف اننا مكملين في سكة مش عارفين اخرها ايه. قلت له يا اما كده يا اما هنموت. قال لي ولو كملنا مش هنموت يعني؟ قلت له عندك حل تاني؟ قال لي لحد دلوقتي لا، بس لازم نفكر مع بعض. قلت له خلاص، يبقى لحد ما نوصل لحل لازم ننفذ المهمة المطلوبة مننا. اقنعته، وفعلا تاني يوم جبنا خصلات شعر من صالون حلاقة وخليته يقعد عندي لحد ما جت الساعة 12 بالليل. وساعتها قلت له ياسر انا مش هسيبك تروح لوحدك. كان باين عليه انه خايف ومتوتر. قال لي انا عارف انك مش هتسيبني، وانا كمان قدها. خرجنا احنا الاتنين وتمشينا لحد الكشك، بس ما دخلتش معاه، اديت له الجاروف وسبته يدخل لوحده. وبعد دقايق رجع وهو عرقان ومتوتر وبينهج. سألته بلهفة مالك يا ياسر، ايه اللي حصل؟ ما ردش عليا، فسألته بعصبية مالك يا ابني، ما ترد عليا. رد عليا بخوف. بعد ما دفنت الشعر وانا خارج من الكشك شفت راجل طويل لابس جلابية وهو واقف في زاوية من زوايا الكشك. كان بيبص لي وبيبرق لي جامد. انا متأكد ان الراجل ده ما كانش موجود وانا داخل، هو ظهر بعد ما انا دفنت الشعر. افتكرت الراجل اللي انا شفته لما دفنت الجمجمة، وقلت له ده هو اللي انا شفته، ده جن او شيطان، استحالة يكون بني ادم ده. بس يلا بينا نخرج من هنا ونكمل كلامنا في البيت. مشينا انا وياسر لحد ما وصلنا اوضتي وبات معايا كمان. وتاني يوم الصبح قلت له ياسر في فكرة جت في دماغي كده امبارح بالليل. قال لي فكرة ايه دي؟ قلت له ايه رأيك نراقب الكشك بالنهار؟ فكر فيها كده وقال لي وماله نراقب، بس انا مش هدخله تاني. قلت له ما تقلقش، احنا كده كده هنراقبه من بعيد. فطرنا مع بعض وقعدنا شوية كده، وبعدها خرجنا نتمشى ناحية كشك سيد. ولما قربنا منه ما شفناش حد جوه، بس عم خليل صاحب عربية الفلافل نده لنا أول ما شافنا واقفين قدام الكشك. ولما قربنا منه قال لي بتدوروا على حاجة يا عمرو؟ في حاجة واقعة منك؟ لا لا مفيش، بس صاحبي امبارح شاف راجل طويل كان جوه الكشك وكان بيبص له وما اتكلمش معاه خالص. صاحبك ده هو اللي شاف الراجل؟ اه هو. طب احمد ربنا انه ما اتكلمش معاك وما تبقاش تعدي من هنا بالليل تاني، اصل بيني وبينك يعني المنطقة هنا ما هياش امان. خلي بالك احسن يجرى لك حاجة كده ولا كده. انت تقصد ايه يا عم خليل؟ وبعدين ما انا ساكن على اول الشارع وبعدي من هنا دايما ومفيش حاجة بتحصل. يا ابني بلاش نجيب سيرته، ربنا يجعل كلامنا خفيف عليه. سيرة مين يا عم خليل؟
سيرة سيد؟ ايوه يا عم خليل، ما ده اللي انا عايز افهمه. ايه حكاية سيد ده؟ وليه من بعد ما مات محدش فكر يفتح الكشك ده ويشغله؟ ما هو محدش يقدر يشغله ولا حتى يدخله. اصل سيد ده كان راجل شراني، دجال، بيلعب بالبيضة والحجر. كان فاتح الدكان بتاعه وفي نفس الوقت بيشتغل في السحر والدجل، وبيعمل أعمال وغيره وغيره. ومن يوم ما مات والكشك اتسكن، هو مات بس عفاريته لسه صاحيين. في ناس بتقول إن روحه هي اللي بتظهر، وفي ناس بتقول إن عفاريته هم اللي سكنوا الكشك وبيظهروا فيه، وعشان كده محدش بيقرب منه. فهمت؟ ايوه يا عم خليل، بس انا عمري ما سمعت الكلام ده. حتى ابويا وامي عمرهم ما جابولي سيره. وانا صغير كنت بلعب هنا انا والعيال، وكنا بندخل الكشك ده عادي. يا ابني سيد ده مات من زمان قوي. هو اصلا بنى الكشك واشتغل فيه 5 سنين، وهو بعدها مات واتدفن، وحكايته اتدفنت معاه. اما انا فاكرها عشان بقف على العربيه دي من ايام المرحوم ابويا من زمان قوي. وياما سمعت حكايات عن الكشك ده. المهم خد بالك وابعد عنه. ماشي يا عم خليل، السلام عليكم. سيبنا عم خليل ورجعنا انا وياسر على اوضتي. اللي قاله عم خليل خلانا افتكر ايام زمان لما كنت بلعب مع العيال في الشارع، وافتكرت حاجة مهمة قوي مش عارف ازاي نسيتها. زمان كنت في مرة بلعب في الكشك ده، وكنا بنحفر انا والعيال وقتها. بس وانا بحفر لقيت حجر نرد، هو نفسه حجر النرد اللي معانا دلوقتي. وقتها شلته في الصندوق الخشب اللي احتفظت فيه بالصور. ما انا متعود احتفظ باي حاجة ليها ذكرى معايا. حكيت لي ياسر الكلام ده وساعتها قال لي: انت بتتكلم جد؟ يعني انت لقيت النرد في الكشك زمان وكل اللي بيحصل لنا ده من تحت راسك؟ قلت له: انا متفاجئ زيك، بس هنعمل ايه يعني؟ احنا لو نفذنا المهمات الستة هنخلص من كل اللي احنا فيه. قال لي: انت مصدق نفسك يا عمرو؟ احنا وقعنا في حفرة ملهاش نهاية، هنفضل مكملين ومش هنعرف نخرج منها ابدا. قلت له: بقول لك ايه، اسمعني، احنا هننفذ المهمات وكل حاجة هتنتهي، وعشان انتوا ما يحصلكوش حاجة انا اللي هرمي النرد وانتوا هتساعدوني وبس. كلهم وافقوا ان انا اللي هرمي النرد في المهمتين اللي فاضلين. اما انا فكنت متردد ومتوتر قوي. اتجمعنا بالليل ومسكت النرد ورميته، وكانت المفاجأة ان الواجهة جت على رقم 6، يعني دي اصعب مهمة فيهم كلهم. ولما الكهرباء قطعت سمعت الصوت اللي محدش هيسمعه غيري. قرب من ودني وقال لي: انت صاحب اصعب مهمة في ال6 مهمات، ولو ما نفذتهاش هتموت بعد اسبوع واحد. المهمة هي انك هتقتل واحد من صحابك، قدامه هتطبع بكف ايدك على حيطة من حيطان كشك سيد. الكلام اللي سمعته خلاني احس ان الدنيا كلها بتلف بيا. حتى لما الكهرباء رجعت والعيال بدأوا يسألوني ما كنتش سامع صوت حد منهم. من الصدمة ما كنتش مركز في اي حاجة غير الكلام اللي سمعته. يعني ايه اقتل واحد من صحابي؟ يعني ايه اقتل اصلا؟ قعدت ابص لهم من غير ما اتكلم، ما كنتش قادر استوعب. خدت دقايق على ما قدرت ارد عليهم. قلت لهم: انا جات لي مهمة مستحيل انفذها، انا مطلوب مني اقتل واحد منكم، ولو ما نفذتش انا اللي هموت بعد اسبوع. كلهم فضلوا يبصوا لي، محدش فيهم اتكلم. الدور جه عليا ان انا اختار، واخترت ان انا اللي اموت. ياسر اتكلم وقال لي: احنا لسه قدامنا حل، ما ينفعش نستسلم بالسهولة دي، اكيد هنلاقي حل اكيد. حل ايه يا ياسر؟ انا مفيش قدامي حاجة اعملها. قال لي: احنا نروح لعم خليل ونحكي له كل حاجة واكيد هو هيقدر يساعدنا. استنينا لحد الصبح، محدش فينا جاله نوم، ومع طلعة النهار رحنا كلنا لعم خليل. حكينا له حكايتنا من اولها، وقلنا له على جريمة القتل اللي طلب مني نفذها. الغريبة ان عم خليل صدقنا وقال لنا: انا مصدقكم يا عمرو، ما هو اللي بيزرع خير بيدوم له، واللي بيزرع شر بيدوم له، وسيد زرع الشر وسابه يطرح في الارض ويأذي الناس. انا هاخدكم لواحد شيخ يعرف ربنا، ان شاء الله يقدر يساعدكم ومش هياخد منكم ولا مليم. بس روح انت يا عمرو هات حجر النرد اللي بتقول عليه ده وتعالى. حاضر، حاضر هجيبه واجي بسرعة. رحت البيت جبت حجر النرد ورجعت تاني عند عم خليل. عم خليل اللي نده للصاب اللي معاه وقال له: ولا محروس، خد بالك من العربية وشوف طلبات الزباين لحد ما ارجع. مشينا مع عم خليل اللي ودانا قرية كده قريبة مننا، وهناك ودانا عند واحد اسمه الشيخ عبد الله. عم خليل حكاله حكايتنا،
بس الغريبة إنه ما كملش معانا ومشي بعدها. أما الشيخ عبد الله فقال لي: هات حجر النرد اللي معاك ده. اديتهوله وقلت له: اللي بيحرك النرد ويرميه على الأرض هيظهر له عفريت ويديله مهمة. الشيخ أخد مني الحجر وحطه بين إيديه وبدأ يقرأ كلام بصوت واطي. ما كنتش عارف أحدد هو بيقول إيه بالظبط، بس بعد دقايق رفع راسه وقال لنا: سيد صاحب الكشك ده كان راجل دجال، وكان مسخر لنفسه 6 من الشياطين وبيتحكم فيهم ويقبرهم علشان ينفذوا طلباته، وكان بيستدعيهم من خلال حجر النرد اللي معاه، وتقريبا كده هو نفس الحجر اللي معاكم ده. سألت برعب: يعني احنا كنا بنستدعي الشياطين؟ ايوه، بس الشياطين دي قدرت ان هي اللي تسيطر عليكم وبقت تتحكم فيكم. طب وهنعمل ايه يا شيخ عبد الله؟ دخل الشيخ عبد الله اوضه تانية، وبعد دقيقه رجع ومعاه علبه مقفوله. بعدها بصلي وقال لي: اسمع يا عمرو، العلبه دي جواها دم، هتاخده وتروح كشك سيد وتسيب بصمه ايدك هناك، وبعدها تجيب حفن التراب من تراب ارضيه الكشك وتجيلي. سمعت كلام الشيخ عبد الله وسبتهم معاه وقمت رحت لوحدي. عملت كل اللي قال لي عليه ورجعت له تاني ومعايا حفنه التراب. اديت له العلبة اللي فيها التراب، خدها مني وخلط التراب ده مع رماد شكله غريب. بعدها قال لنا: يلا عشان نروح كشك سيد. رحنا معاه، وهناك بدأ يفضي العلبة اللي فيها التراب المخلوط بالرماد. فضاه كله في أرضية الكشك، وبعدها حرق حجر النرد جوه الكشك. بعد كده خرجنا بره، وساعتها قال لنا: اسمعوني كويس، أنا عملت اللي قدرت عليه. أنا كده أيدت الشياطين اللي كانوا بيتحكموا فيكم، وعلى فكرة هما اللي قتلوا سيد لأنه فقد سيطرته عليهم. ونصيحة مني: ما تقربوش من الكشك ده مرة تانية، وإن شاء الله اللي حصل ده مش هيتكرر معاكوا تاني. وبلاش الألعاب دي، لأن الألعاب دي محرمة وبتجلب الجن والشياطين. رديت عليه وقلت له: حاضر، حاضر يا شيخ عبد الله، اللي تؤمر بيه. وفعلا من بعد اليوم ده والامور هديت، بس للاسف قلنا خسرنا 2 من اعز اصحابنا، واحنا كمان اتفرقنا وما بقيناش نتقابل زي الاول، كل واحد فينا بقى له حياته الخاصه. اما انا ففتحت محل صغير كده على قدي، محل بجمع فيه انتيكات وابيعها. ما انا من زمان غاوي اجمع الحاجات القديمه واحتفظ بيها. وبكده تكون خلصت الحلقة، أتمنى تكونوا استمتعتوا. بشكر كل الناس اللي وصلوا معايا لحد هنا، وبشكر مصطفى المصري على المؤثرات والهندسة الصوتية. هستنى رأيكم تحت في الكومنت، ولو انت مش مشترك اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس على الكل علشان يوصل لكم كل جديد. أشوفكم في حلقة جديدة من برنامج المغارة. سلام. Who's asleep amidst the trees? Bats all the swaying in the breeze. But one soul lies